والله هو الحلو في الموضوع ان الكلام النهارده على البلو جرانا برشلونه، بس اللي مش حلو خالص بقى ان احنا هنضطر نرجع بالزمن لورا شويه، لان المطلوب النهارده نقول اقدم او اكبر 10 لعيبه سنا لعبوا ماتشات مع برشلونه من سنه 2000 لحد النهارده لحد 2025. فيلا بينا نشوف الكلام فيه ايه. فوالله معانا برازيلي اول واحد، فانا اقول داني الفش لما راح ورجع وبتاع. فناخد بقى الباكج بتاعنا. انيستا مش موجود. طب تشافي موجود. طب بيقول اوكي رقم خمسة. بيكيه رقم ستة. بوسكيتس ماشي. رقم تسعة فيكتور فالديز مش موجود. طيب في بولندي فليفاندوفسكي ماشي. معانا برازيلي تاني. والله ممكن نقول مين؟ معرفش. ريفالدو مثلا في بداية الألفينات كان بيلعب مع برشلونة ولا ما كانش، ولا كان قبلها ولا ايه؟ هجرب. مش موجود معانا ريفالدو. طيب في سويدي مش زلاتان طبعا، عشان زلاتان كان بيلعب وهو صغير. فما فيش غير واحد تاني، هنريك لارسون، عشان نكون متفقين. ما اعرفش في سعوديين تاني اصلا لعبوا برشلونه غير الاثنين دول ولا لا. طب والله مين تاني؟ نروح على مين في في البرازيل؟ باولينيو لما راح برشلونه كان كبير. مش موجود باولينيو. اوكي. طيب والله ممكن نروح على مين تاني؟ طب في فرنسي جيولي، لودوفيك جيولي مش موجود. اوكي. في اسباني تاني سيرجي روبرتو، بس بيتهيألي مش كبير قوي كده روبرتو. اه مش موجود فعلا. طب والله ممكن نقول مين مثلا؟ حد حالي؟ ما توقعش في حد حالي. طب في لعيب فرنسي. فرنسي انا ما اعرفش ماركوس تورام كان لاعب بعد 2000 ولا لا، بس انا هجرب اكتبه لان مش هنري طبعا، ومفيش حد فرنسي برضو قديم جه من قريب، فهو تورام وخلاص. والله هو رقم ثلاثة بالفعل بالمنطق والعقل بيقول كده. انا ما كنتش اعرف الصراحه. طب في لاعب اسباني تاني انا مسقط حد شكلي، بس كل اللي اعرفهم مش كبار في السن، ففي ايرور في دماغي دلوقتي. وفي برازيلي. البرازيلي ده المفروض سهل. مش رونالدو برضو الفينومينو عشان كان صغير لما لعب في برشلونه. فلا لا ما اوت كده. انا خلاص مش هقدر اقول حاجه تاني الصراحه. ما فيش عندي اسامي تاني ولا في عندي حاجه اقدر اقولها. فالمطلوب منك بقى ان شاء الله في الكومنتات تقول لنا مين هم اللعيبه اصحاب المراكز التاني والتامن في الليسته بتاعتنا.